معاكم هرتومة من قناة وصفة ومعلومة مع هرتومة. الطبق اللي قدام حضراتكم ده بيختلف اسمه من بلد لبلد. في سوريا مثلا بيسموه القباوات، وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا بيسمى بالعصبان. أما في مصر فنعرفه بأنه ممبار، أكلة مليانة بهار وفي عمايلها مليانة أسرار. تعالوا مع بعض نشوف أسرار وتكات وصفتنا النهاردة، وهتعزمي جيرانك وصحابك وأهلك وهياكلوه وهيكونوا في حالة انبهار. وصفتنا سهلة ولذيذة وفي عمايلها مفيش أحسن ولا ألطف ولا أسهل من كده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بسم الله. ده كيلو ممبار أنا غسلته ونقعته وفي الخل والمية والملح والليمون. شايفين زي الفل ازاي وابيض ومفهوش ريحة زفارة خالص. معانا 5 بصلات مقطعينهم في الكبة او في المبشرة او حتى قطعيهم مكعبات صغيرة، وهننزل عليهم بتوليفة بهارات تحفة جدا هكتبها لك في صندوق الوصف. هنضيف كل البهارات دي على البصل، وتعالوا نعمل اول سر من اسرار نجاح الممبار، ان احنا بايدينا هندعك كل البهارات دي مع البصل ونشربهم كويس جدا، عشان انت عارفة ان خلطة الممبار على البارد. فانا عايزة ادبل البصل واخليه يشرب تمام من كل البهار، عشان لما نيجي نقلب كل المكونات مع بعضها يبقى طعم تمام. وكمان هنزلك في صندوق الوصف المعلومات عن اصل اكلة الممبار. تتبيلة البصل دي مهمة جدا، انا عارفة انك هتتعبي فيها شوية بس عشان طبقك يبقى تمام وينجح جدا وتلاقي طعم ممتاز. هنسيب بقى كل البصل ده على جنب ونبتدي نحضر باقي المكونات. معانا خضرة جميلة، حزمتين من كل نوع، انتي عارفة ان الممبار كمان بيحب الخضرة كتير. ومعانا طماطم فريش ومبشرة، عايزين نبشر الطماطم ومش عايزين القشر. حلو جدا. في بولة كبيرة هضيف البصل عشان اعرف امزج كل المكونات اللي فاتت مع بعض. هضيف على البصل صلصة معمولة في البيت، وطريقتها سهلة جدا، لو حابة تعرفيها ادخلي شوفي طريقة عمل الصلصة. هنضيف الخضرة الجميلة اللي احنا قطعناها ونقلب كويس. هنضيف كمان الطماطم الفريش. حلو جدا. ومعانا نص كيلو رز مغسول ومتصفي من ميته كويس خالص. هنقلب الخليط ده كله مع بعض. كمان كيسين صلصة يدونا بس شوية احمرار. الخلطة اللي على البارد دي كمان بيبقى طعمها حلو جدا. وما ننساش الزيت اللي هيخلي الرز مفلفل وما يعجنش مني. ريحة البهارات مع الرز مع الخضرة مع البصل روعة. تعالوا بقى نشوف هنحشي ازاي، بس الاول نشوف الرز المبهر الجميل اللي شكله روعة. عايزة اقولك ان الطريقة ديت تقدري تحشي كيلو ممبار في 10 دقايق بس. طريقة سهلة وبسيطة من غير معلقة ولا اي اداة تانية تقدري تحشي بيها. بايدينا هنحشي كيلو الممبار في 10 دقايق، بجد والله في 10 دقايق. ده الممبار اللي هو بيكون واسع، وده بيكون سهل جدا عليكي في التنظيف وفي الحشو. يلا مع بعض نشوف بقى. بايديكي سبابة وابهام ايديكي الشمال هتمسكي الممبار كده
وبإيديك اليمين هتاخدي الرز، وبإبهام اليمين هتزق الرز جوه الممبار. شايفين؟ طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش متعبة خالص. أنا حشيت الكيلو ده في 10 دقايق بس. وانتي بتحشي الممبار في كذا تركاية خدي بالك منهم. أولا لما تحشي الممبار ما تخليهوش مكتوم، ما تحشيهوش رز على الآخر. خلي الممبار بعد ما تحشيه حاولي تبططي الصباع، عشان التبطيطة دي بتدي مساحة للرز انه لما يستوي ياخد راحته، لان حجمه بيكبر وبيكتر. فاحنا مش عايزين نحشي جامد الممبار ننزله في الحلة نلاقيه يا اما انفجر جوه الحلة، او لو حتى استوى الجلدة استوت وما انفجرش هتبص تلاقي الرز من جوه ني، يبقى الجلدة استوت والرز ني. وكمان لما تيجي تخلصي حشوه فضي اطرافه من الناحيتين، ما يبقاش فيها رز، يعني الرز مش واصل للاطراف. ليه يا هرتومة؟ عشان اول ما ينزل في الحلة اطرافه الفاضية تقفل ويحافظ على الرز اللي جواه ما يطلعش بره. شفتي؟ يا رب اكون غطيت ووفيت كل التفاصيل المهمة في عمايل الممبار. في حلة جميلة على النار فيها مية بتغلي، هنزل عليها ببصلاية وقرفة خشب وتوم وورق لورا وقرنفل ومستكة وحبهان، وابتدي انزل من الممبار. ممكن تعملي بوكيه جرنيه كأنك بالظبط هتسلقي فرخة او لحمة. هتظبطي بعد كده بهار السلق اللي هو المية اللي هيتسلي فيها الممبار، ملح وفلفل وكمون، وهتغطيه وتسيبيه على نار هادية شوية لان كده كده المية مغلية عشان ياخد سواه براحته. شايفة اول ما بينزل في المية يقفل ازاي من الطرفين كده، بيحافظ على الرز جواه. هنضيف البهارات اللي قلتلك عليها، الملح والفلفل والكمون. هنعرف ازاي انه استوى بعد نص ساعة. اكشفي عليه وبصي هتلاقي الشوكة بتنزل بمنتهى السهولة في الممبار. اعرفي انه كده تمام، وطلعيه في قلب مصفى عشان يصفي المية الزيادة بتاعته. عظيم. وفي الزيت حمريه وبألف هنا وشفا قدميه. شفتوا جميل ازاي؟ لو عجبك الفيديو يلا لايك جميل وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب، وتابعينا وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. اشكركم جدا والقاكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وفي معلومة جديدة وفي وصفة جديدة. استنونا. مع السلامة.